عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب دايما كده بصحة جيدة وكل اللي بتتمنوه تلاقوه يا رب. هنعمل النهارده ان شاء الله باذن الله شوية فطاير كده حلوين بالعجوة مع الشاي الصبح مع المدارس برضو مع اولادكم. بتبقى كده وجبة على بعضها، يعني الفطيرة بتبقى حلوة كده وجميلة وطعمها حلو وفي نفس الوقت مغذية. هنسمي الله كده ونسرع على الرسول عليه الصلاة والسلام. معانا كيلو ونص دقيق، معانا كوباية ونص سمنة، كوبايتين زبادي، معلقتين ونص خميرة، معلقتين سكر، معلقة سمسم، معلقة خل، لبن للعجن. هنسمي الله كده، وطبعا رشة ملح. هنسمي الله كده في الأول. رشة الملح، السكر، الخميرة. عايزة تحط الخميرة مع السكر وتسيبيها شوية يبقى أحسن برضو. معلقة سمسم، طبعا هحط السمسم على يعني على الوجه كده، بس ايه دي برضو بتبقى جوه حلوة كده بتدي طعم. معلقة خل، الزبادي. طبعا هحط الزبادي هدي تقريبا كده. الزبادي طبعا بيدي الفطيرة فيها بقى زبادي اديها لاولادك في مرحله المدارس، فيها زبادي وفيها لبن، يعني كل الحاجات اللي هم ما بيحبوش ياكلوها او يشربوها يعني هتبقى موجوده هنا. ادي السمنه، انا كله كده بحطه على بعضه. عايز تحطي الحاجات اللي انا حطيتها دلوقتي دي في الاول حطيها. هي انا اقلب كده وبعد كده هعجن بايدي. طبعا بتتعجن كويس. بحب كده انضف اللي حواليا اول باول بصراحه، بيهون عليك لما بتخلصي بقى مبقاش وراكي حاجه. طبعا لو عوزنا لبن تاني هنحط. بتعجنيها كده شويه. برضو بنعجنها كويس عشان خاطر برضو تديكي نتيجة كويسة. ريحتها جميلة جدا، لبن مع الخميرة، ريحتها جميلة جميلة يعني. على السمسم، انا السمسم اصلا جايباه محمص يعني مش هيتحرق ولا حاجة، هو جوه مش
شايف الناس تقول لك هاتيه ما تجيبوش محمص عشان لما قبل ما يتحط على الوش وكده يتحرق. لا ما بيتحرقش، حطه في الكحك ما بيحصلش حاجه، ولو بانت واحده ولا حبه كده ما بيحصلش حاجه. هشه كده وهي في ايدي. لسه ما عملناش حاجه بس سيبناها تخمر. معلش انا ما اعرفش ايه الا مشمر كده مني بقى، كنت طبخه وعامله حاجات كتير فايه الواحد بيبقى مهدود يعني. بخلي الفيديو ده اخر حاجه يعني، اكون بقى ايه خلاص مليت. بس هي خلاص هي تمام. وطبعا دي زي ما انتم عارفين لكل الاغراض. الحاجه فيها حلوه بصراحه. لسه ما عملناش اي حاجه خالص ولسه ما خمرتش وبرده مديانه نتيجه حلوه اهي. هنحطها بقى كده نسيبها تخمر براحتها. نحطها بقى تخمر اهي براحتها وارجع لكم بقى لما تخمر نقطع مع بعض. زي ما انتوا شفتوا كده، شفتوا العجينه يعني خمرت وخدت راحتها على الاخر، طالعه زي الملبن وبتريحك طبعا. طول ما بتستريح كويس بتريحك زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين العجينه بقى هنا خمرت وبقت عامله زي هشه وزي الملبن. وخدت راحتها. نبتدي بقى نكورها زي ما انتوا شايفين كده عامله ازاي. طول ما هي طريه وهشه كده بتساعدك على انك تخلصي بسرعه، لانك بتكوري وتعملي على طول. لكن لو العجينه مش خمرانه كويس مش مكوناتها مظبوطه، هتقعدي بقى تعملي فيها تلاقيها تمط معاكي وتكشي تاني لما تيجي تبططيها، يعني تبقى مشكله. نبتدي بقى هكور كام واحده كده قدامكم. ودي العجوه انا طبعا يعني كورتها برضو عشان تبقى سهله في العمايل. كل ما كانت العجينه مستريحه كويس بتديكي نتيجه. انا كورت كذا واحده، بكور. انا لو مش هوريكم بكوره كلهم واحده وبعد كده ابتدي احط فيه العجوه. دلوقتي انا خلصت الصاجه زي ما انتم شايفين، ودهنت الوش باللبن، وممكن تدهنيه بالبيض، تدهنيه بشويه لبن بودره عليه ميه، وحطيت طبعا سمسم عليه وهحطه في الفرن والروح. بصوا بقى الجمال والحلاوه بقى وخير ربنا. كده خلصنا ورصيت لكم الحاجه كده، استنيت لما هديت شويه ورصيتها كده عشان خاطر تشوفوها كده على بعضها. من كيلو ونص دقيق يطلع الكميه دي كلها. يعني ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني. حاجه خير ربنا. الواحد لما يعني يبقى قاصد ان يعمل حاجه في البيت يوفر او يعملها نظيفه، او الحاجات اللي بتبقى بره طبعا مش مضمونه. ربنا بيبارك والله. ربنا يعني الواحد يبقى قاصد خير ربنا بيديله خير. يا رب اي يكون حاجه عجبكم لايك وشير، وبنحط شويه سمسم وفعلوا الجرس عشان الصوت توصل لكم. ميرسي قوي حاجات كده يعني مش متكلفه.